تعطي الكوموند لي زورغان لتحت، خاصه الجهاز التناسلي ديال المراه، اما كيتحل اما كيتشد. بحال كيقول لك ان المراه مثقفه، غادي نمشي نحيد لها الثقاف بالفكرون المقهور. والعيالات واو وهرقاوه. اوكي سوتشيسو لا غلاند بيتويتير، الفكرون ما عنده حتى علاقه بلا غلاند بيتويتير. ملي كيكون عندنا المشكل مثلا ديال المراه اللي كتكون صفحه او كتكون مشدوده ولا عندها ان بروبليم دو فاجينيزم، هنا كنداويوها سوا افيك دي زونكسيوليتيك او لا كنمشيو ديريكتومون كيف ما قلت لكم افيك مانتونون لي زابروش ديال لا جينيكولوجي استيتيك باش كنداويوها في البليصات اللي عندها لداخل. C'est-à-dire on peut même faire des petites injections de botox pour relâcher le muscle, on peut faire de la radiofréquence باش كيمكن للمسكل يولي حتى هو قابل لاستقبال الجهاز التناسلي ديال الرجل. عندنا 100,000 سوليوشن، وما كنقولكمش هاد الهضره هادي غير هكاك لان بلا فخمه على سيدي ربي بدون افتخار. عبدكم الضعيف خوكم المغربي هو المغربي الوحيد الان في الطاليان اللي كيداوي هادشي. برافو. انا الوحيد في ايطاليا اللي كندير لا جينيكولوجي اي لوندرولوجي استيتيك، اللي الحمد لله كنمشي لمحافل دوليه باش كنعلم اطباء كيفاش يديروا هادشي. علاش كنقول لك اختي العزيزه هاد الهضره هادي؟ باش الناس يستافدوا، لان الحمد لله عندنا حلول، ما تبقاوش جالسين. يعني ماشي انا الا هضرت على واحد لو طابو وسولوني وهضرت بكل شفافيه وقلت لهم راه كان واحد العطب تقني ومشى يتعالج في كذا وكذا وهذا فتح ودار داكشي، الناس ولاو يهاجموني. انت كتهضري في الاعراض، انت كتضربي في الذكوريه. قلت لهم ما هي الذكوريه؟ عطيونا التعريف ديال الذكوريه. واش الراجل كنعبروه بالافكار ديالو وبراس المال ديالو بشنو واصل فين واصل هو، ولا كنعبروه بالعطب التقني؟ الله يهديهم. وانا حاجه وحده عجبتيني فيها، لانك تجرأتي تهضري على هذا المشكل، لان بزاف ديال العيالات كيعيشوا هذا المشكل هذا للاسف وما كيتجرؤوش يهضروا عليه. العيالات هضروا راه من حقكم. كيما الراجل كيفتخر انا ضربت امراه عندها الطرف عند جو نو سي با كوا ايتترا، راه حتى المراه عندها الحق تقول بانني ضربت راجل وانا بخير وفرحانه. كيف ما تا هو عنده البليزير حتى انت عندك البليزير. انت راكي ماشي حفره، ماشي تقبه في الحيط. تماما. خصو يجي. شنو كتقول دوك؟ شنو رايك دوك صمد في هادشي اللي وقعت لي انا دابا؟ نهضروا في الواقع، ما نهضرش لك ما غنسب لا طليق لا حتى شي حاجه. انا مراه عندي دابا 37 ans، هجرني الطليق هادي عام، يعني كون جافي 36 ans. دونك عام اون اني سون رابور سون ريان دو تو، حاضيك الا فلتي ولا كذا يدخلك خيانه زوجيه. اسكو تو تروف كو سي نورمال؟ وعاد نزيد على راسي 3 شهور العده. اللي ما بغاوش يفهموا الناس هي ان المراه عندها البليزير اكثر من الراجل. اولا الراجل يعني ديما هذا عنده اللي راه براسو في حد ذاته عقاب. الهجر في الفراش راه كيعاقب عليه القانون اولا، وكيزيد بالمتعه المراه. ولكن انا شكون اللي غيحس بيا ملي كنقول لهم دابا بغيت نتزوج؟ تيقول لك لا انت كطيحي بولادك. يعني ما كيشوفوش شكون هي الانثى دمرها. ما عندكش حتى شي علاقه لا بالولاد ولا بجوج. حقك كامراه كانسان على انني اشبع رغباتي الجنسيه، لانني انسان لازم نشبع رغباتي الجنسيه. الا ما قدرتش نشبع رغباتي الجنسيه عن طريق الممارسه الجنسيه الاحاديه، لحقاش ما كتعجبنيش تسمى العاده السريه، كتسمى الممارسه الجنسيه الاحاديه. الا ما قدرتش نمارس هذه الممارسه الجنسيه الاحاديه فما يمكنليش انا نبقى جالسه بلا والو، لانني من حقي خصني نعرف راسي شنو كندير فقط. وهذاك اللي كيكتب انا بالنسبه لي هاد الرجال اللي تيكونوا مزوجين بعيالاتهم ويجيو يهجروهم يجوهم بدون مبرر، هذاك موجود ما موجودش، راه الحمار وعنده حشومه. راه معنا عائلات ومعنا عيالات اللي كيسمعوا يا الكيدار. تماما. دونك انا وجهه النظر ديالي هو قانونيا، انا حيت كنهضر من الناحيه القانونيه. الراجل الا هجر المراه في الفراش اكثر من 4 شهور كتسمى مطلقه شرعا. هذه اولا. علاش غتزيدوا عليها 3 شهور اخرى العده في المحكمه؟ زيدوها عليها هي 7 شهور، ولكن اكثر من 7 شهور وتبقى صابره فلا اله الا الله. ضرب راسها مع الحيط. ايوا هادشي دابا المجتمع ديالنا اللي كيدير التطبيع ديال هادشي. يعني ما خصكش تهضري في الطابوهات اختي. وهادشي راني هضرت فيها اختي من 2010. هادشي علاش غادرت بلادي، راه من 2010 وانا حل الباق. يا عباد الله
علموا ولادكم يا عباد الله، علموا بناتكم يا عباد الله، علموا راسكم. الحاجه اللي ما كيحشموش فيها تيحشموا فيها، والحاجه اللي ما خصهمش يحشموا فيها هما اللي طالقين فيها ودايرين فيها الفضايح. لان انا تعرضت لواحد ضروري. يعني انا دابا ملي كندخل عند الناس كيقول لي طلق، كنقول لهم صافي سيدي انا ظالمه ما كاين مشكل، ولكن تعرضت لواحد الظلم حتى انا. الاخ ديالو مثقف وعايش في وكذا معروف، قال ليه هجرها في الفراش ولا بغيت تربيها. واش هذه ثقافه خصها تكون عند المغاربه؟ لا خلي القوه اللي يقول، حنا كنقولها في مكناس بالقوه اللي يقول بالقوال، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. انا كنقلب على مون كونت. ولكن انا ضد هذه الثقافه، ستادير كو كيتصلوا بيا انا عيالات بزاف تعرضوا للظلم، تيقولوا لي حنايا راجلي هجرني عامين 3 سنين، علاش اختي غتبقاي تما مرهونه؟ المجتمع لا يرحم. لا احد يرحم المجتمع، لا رب له. هاد النازله هذه المجتمع لا رب له. بحال شي الناس اللي كيقول كنموتوا عليك اليوم وغدا كيصبحوا كيكرهوك. الانسان يدير الحاجه اللي فيها المصلحه، والانسان يدير الحاجه اللي هي معقوله في الحياه، لاننا لا ننتظر اننا يصفق لنا عباد الله. صفقي لنفسك باش تكوني طالعه لقدام، اما تسنى يصفقوا لك عباد الله. عباد الله راه تيصفقوا حتى على القرد ملي كيكون كيشطح جامع الفنا. انا ماشي قرد لعباد الله. لذلك ديري الحاجه اللي يمكن لها توالمك كانسانه، واللي غادي توالم متطلباتك كانسانه وكامراه عائشه في مجتمع اللي هو لا يرحم. وبالتالي انا كيف ما قلت لك خلي القوه اللي يقول. انا عندي سؤال نطرح عليه الى ممكن. بلاتي حيت قال لك هنايا في التعليقات انا قطعت دوك صمد، خلي دوك صمد يكمل. قطعتك في شي حاجه؟ لا ما قطعتنيش، غير اللي كنقول هي ان الانسان لازم على انه يكون عقلاني في عقله، وخصنا نتسموا باننا حنا اجتماعيين بطبعنا وعايشين في وسط المجتمع. وهذا ما كيعنيش على اننا عايشين للمجتمع، حنا عايشين مع المجتمع ماشي من اجل المجتمع. المجتمع حق عليه على انني نحترمه ما ناديش، ولاني من حقه عليا على انه يحترم خصوصياتي وما يادينيش فقط. الا وصلتي لخصوصياتي غادي نخرجك منها بكل بساطه. لذلك ما خصنيش تكون واحد الانسان اللي هو ما كيعرفش حقوقه كيف ما كيعرف ما هو عليه وما ليس عليه. هذه مساله اللي هي مهمه خصني ندير في بالي. اما تقول لي لا حنا عايشين في مجتمع محافظ، ايوا عيشوا في مجتمعات محافظه وما تطلعوش تبداو ديروا تيك توكات وتبداو توريو نصوصاتكم وتبداو توريهم زعما هذا هي المحافظه. الا كنا محافظين ما كاينش شي محافظ. السعوديه وما بقاتش محافظه. المحافظه هي انني نتمتع بمكارم الاخلاق ديالي، نحترم اخلاقي ونحترم الاخر. ما كنقولكش تقبلوا، احترموا. انا ماشي في هذا المنبر باش كنقول لكم خصكم كلشي تقبلوا يكون عادي، لا. من حقك انما هذا الانسان هذا تحترمه على اساس انه انسان اللي هو كاين. شنو هذا الشيء؟ شفت هذا الشيء تيطلع تيجري؟ هذا سبع. هذا سبع. واحد السؤال سكينه، الله يحفظك، انا عندي سؤال واحد. بلاتي دقيقه نشكروا السيده كلشي يكتب لي في التعاليق. شكرا ايمي على الدعم. عندي واحد لا سكينه، عندي سؤال واحد بسيط. ملي كنتي عايشه مع الطليق ديالك في الرفاهيه وفي الحياه السعيده وداكشي، ما عمرك طلعتي هضرتي مع الشعب؟ تماما. كنت كنطلع نهضر مع الشعب. انا اول وحده خاطبات الشعب في كورونا، وخاصك تشوف لي فيديو ديالي القدام اللي كنت كنكتب على لو باس سانيتير وكنقول لهم اجيو تضامنوا مع الشعب. انا اول وحده طلعت في الجمعيه ديالها، الجمعيه المغربيه للسياسات العموميه، بحكم انني نائبه الرئيس، ودخلنا وشفنا داكشي ديال زلزال الحوز، وهضرنا مع الهيئه وشفنا القوانين واقترحت القوانين اللي باش نبقاو نبنيو دي بنايات ديغابل. اول وحده كنت كنكتب في الجرائد وفي الصحف وكنخاطب المغاربه فاش وقعت ازمه الجفاف في المغرب. اول وحدين هضرنا في الاشكاليه ديال الماء في المغرب. غير هو انا ملي كنت كنكتب هذا الشيء وكنكتب هذه الصحف العلميه والمقالات، بحكم اننا عندي PhD وقاريه السياسات العموميه وداك الشيء، ما كان حتى شي واحد كيديها فيا. دابا عاد تسمعوني طلقت، عاد وليتي علاش كتهضري مع المغاربه؟ عيني غنقول لك واحد القضيه، لحقاش هذه مساله اللي هي مهمه بزاف. انا مثلا كنطلع في اللايفات تندير دي كونسلطاسيون غراتويت، وهذا غلط، انا كنعترف به. داكشي علاش ما بقيتش كنطلع اللايفات ندير دي كونسلطاسيون غراتويت، لان الناس في الاغلبيه ديالهم شنو كيعجبهم؟ كيعجبهم الشهره، كيعجبهم الدليل،
كيعجبهم المعيور، اما تعطيهم معلومه اللي هي صحيحه ومعلومه اللي هي مزيانه ايتترا ما كيعجبهمش. علاش؟ لحقاش ناس اللي تربينا على اساس اننا المستور راه مستور، ولكن وشو ديري كلشي كيقلب عليه. تماما. غنقول لك بكل صراحه، انا كنطلع صراحة انا بالعكس، انا باش نقول لك انا فاش كنت مع طليق ما عمرني ما استعملت التيك توك. انا دابا كنفهمك منين طلعتي درتي هذه المساله هذه وهضرتي على هذه النقطه اللي هي مهمه جدا. دابا كلشي غادي يتبع. ملي كنتي كتهضري على حقوق المراه وتهضري على حقوق كذا وتهضري على محاربه الدستور ما تيشوف فيك حتى واحد. تماما. لحقاش الكامون ماشي حتى الكامون، انا نزيدكم اكثر من الريوت. لو كتعرفوا شنو هي من الريوت خصكم تفهموا من الريوت باش تطلع. واش نقول لك تشرفت بك ونتمنى ان شاء الله تكوني بخير. شرف ليا. وبالعكس الشيء انا تنشجع يكون عندنا مؤثرين بحالك هكا اللي بداك الجدل ديالهم راه يفون اتيري بلوس دو فولوور، لان الناس كيخصهم كيف ما قلتي لو باد باز باش يتبعوك. يعني انت فاش مره كتقول شي كلمه هكا ثانك يو لا ما ايمي خصناش شكرا. نقيا على عيني وعلى راسي. هاي كلمه الاستاذ الله يحفظك ايمي من عين البشر. دونك صمد انا ملي كنت في الطبقه المخمليه كيف ما كيكتبوا لي هنا في التعاليق كنت كندير هذا الشيء، وكنت كنوريهم من اين تاكل الكتف وكيفاش دير لانفستيسمون وكيفاش تبني والطرق البني. وخصكم تشوفوا لاباج انستغرام ديالي راه قديمه، الكونت تيك توك ديالي راه قديم، كنت كنلوح دي فيديو ثقافيين زعما ديال المستوى ديال باك بلس 13. دابا ملي نزلت لهم المستوى ديال باك موان 13 ما عجبهمش الحال، درنا داك السينوس والكوسينوس فهمتيني. انا ديري لهم الطونجونسيال ديال الزيرو باش اقسم يرجعوا بالله العظيم طونجونسيال ديال الزيرو. دابا هما ما فاهمينش الماط وما عندهمش عقليه، ما عندهمش ان ريزونمون باغ لابسورد. هما شوف كتجيهم عاديه ان الراجل ملايري يقول لك بسلامه عليك خرجي من كلوب مات دو جور او لوندومان تو تروتروف على لا رو ديالك افراغ من الدار ويحط لك 2500 درهم د الحضانه للدري وتحد ما يهضر. ملي نخرج انا